شهدت مواجهة أولمبيك إسفي أمام اتحاد العاصمة على ملعب النادي المغربي أجواء متوترة وفوضى كبيرة قبل انطلاقتها، ما تسبب في تأجيل الحكم لصافرة البداية، حيث أقدم عدد من أنصار أولمبيك إسفي على اقتحام أرضية الميدان في تصرفات غير رياضية تزامنت مع اعتداءات طالت جماهير ولاعبي اتحاد العاصمة أثناء عملية الإحماء. كما تم رصد رفع شعارات ولافتات مسيئة على لوحات الإعلانات المحيطة بالملعب، في خطوة زادت من حدة التوتر على المدرجات. وفي ظل هذه الأوضاع اضطر لاعبو اتحاد العاصمة إلى مغادرة أرضية الميدان مؤقتا وسط مخاوف من تفاقم الأحداث وتأثيرها على سير اللقاء، وهي الأحداث التي انتقلت إلى المدرجات، حيث اعتدت جماهير أولمبيك إسفي على مشجعي اتحاد العاصمة الذين تنقلوا لمساندة فريقهم. وفي ظل هذه الأحداث ينتظر أن يدون الحكم تقريرا أسودا حول أحداث المباراة، ويجب أن تتدخل الكاف بقرار حازم وصارم.